ازيكم عاملين ايه؟ هندخل دلوقتي نعمل اعلان سريعا كده. بالنسبه لو انت لسه ما عملتش اي اعلان قبل كده خالص، فالفيديو ده كويس ليك جدا. احنا خلاص عملنا الصفحه وعملنا واخترنا كمان البوست اللي احنا هنعمل له الاعلان اهوت. زي ما انت شايف كده بيكون ديزاين بيتكلم عن الخدمه او المنتج اللي انت بتقدمه، والبوست اهوت اللي احنا هنشتغل عليه. زي ما انت شايف كده بيكون فيه تفاصيل للحاجه اللي انت بتقدمها، ويكون في وسائل التواصل في الاخر الواتساب، واهم حاجه يكون زرار ارسال الرساله ده مفتوح. كل ده بتعمله وانت بتنزل البوست عادي جدا. بتعمل صفحه بتنزل عليها البوست، بتبدا بقى في الاعلان على طول. ازاي نبدا في الاعلان؟ عندك كلمه ترويج المنشور. لو انت بالموبايل اهوت من غير جهاز كمبيوتر من غير اي حاجه، هتضغط على كلمه ترويج المنشور. هنمشي ورا بعض دلوقتي الخطوات واحده واحده ونفهم الشغل ماشي ازاي. تمام. اول حاجه من هنا هنختار بس الحساب الاعلاني. طبعا انت الاكونت بتاعك هيكون عليه حساب واحد، مش هيكون عندي كده عليه حسابين، فانت عندك هيفتح على طول. الخطوه اللي انا فيها دي هيفتحها على طول كده. تمام. اول حاجه بتختارها هي الهدف من الاعلان. يعني ايه الهدف من الاعلان؟ الهدف من الاعلان احنا بنبقى محتاجينه رسائل. الهدف من الاعلان رسائل. الخطوات التانية دي هنشرحها في فيديوهات تانية متقدمه، اللي هي ايه اللي ممكن ننفذه في الاعلان غير رسائل. المهم ان نوع الاعلانات بيكون يا رسائل يا تفاعل يا نقر على روابط يا حاجات كتير جدا، مش عايز ادخلك في متاهات. كل اللي انت هتفهمه دلوقتي ان نوع الاعلان هيكون رسائل. اول حاجه هنضغط على تلقي المزيد من الرسائل اللي هي اللي في النص دي. تمام كده. هننزل تحت كده. التصميم دي هنسيبها متعلمه زي ما هي متعلمه كده. فئه اعلانيه خاصه، ده لو انت بتشتغل في حاجه مثلا في السياسه او في الانتخابات، او بتقدم بتشتغل على حاجه في الوظائف، فبتعلم على العلامه بتاعه الفئه الخاصه دي. زي ما انت شايف كده بيجيب لك حاجه لو انت في الاسكان اللي هي العقارات او التوظيف او القروض او الائتمانات او الانتخابات او السياسه. تمام. بتعلم على العلامه دي لو انت بتقدم على اي خدمه من الخدمات دي. طيب، هننزل تحت كده. انت هنا بيقول لك عايز الاعلان على رسائل ماسنجر ولا واتساب. لو واتساب هتنزل واتساب بيزنس على الموبايل بتاعك من جوجل بلاي او بلاي ستور، وهتشغل واتساب بيزنس، وبعد كده بتضغط على اتصال بواتساب وبتربط الرقم الموبايل بالواتساب. طب لو احنا عايزينها ماسنجر، الافضل طبعا ماسنجر، فبتسيبها ماسنجر. هي متعلمه هي زي ما هي متعلمه. بتنزل تحت كده الرساله الترحيبيه. يعني ايه الرساله الترحيبيه؟ يعني لما العميل او اي حد يشوف البوست كاعلان ممول ويضغط على ارسال رساله من هنا دي كده، فهيبدا يظهر له اقتراحات الرساله دي. انت هنا بتقدر انك تعدلها. بتشوف العميل عايز يسالك على ايه وبتحط له اجابه دايركت تتبعت له تلقائي مجرد ما بيسال السؤال اللي انت بتقترحه عليه ان هو يساله. تمام. عايز تسيبها زي ما هي ما فيش اي مشكله برضو، بتسيبها عادي. هنبدأ هنا في النقطة المهمة وهي ازاي نستهدف الجمهور المناسب للمنتج بتاعنا. طيب، هنختار هنا على في حاجة هنا ممكن تعملها إنشاء جمهور جديد أو تستخدم جمهور مفصل. خلينا نشرح لكم ازاي تعمل إنشاء جمهور جديد. هنضغط على إنشاء جمهور جديد من هنا. اسم الجمهور ده حاجة ليك انت، عشان لو بتعمل كذا إعلان في كذا نوع فهتسميه كل حاجة ليها اسم. هنسميه مثلا كورس التسويق. تمام. هنا بيقول لك المنطقة والعنوان اللي انت بتختارها. اول حاجة هنختار الموقع. هنسيب المنطقة دلوقتي ونختار الموقع اللي هو البلد. هنكتب طبعا، هنختار طبعا مصر لو احنا شغالين على مصر. عايز تشتغل على محافظة بتكتب محافظة، مفيش مشكلة. هنختار مصر اهيت. هنعمل حفظ. هندخل على الاهتمامات وهي الاستهدافات، اللي هو الجمهور المستهدف اللي احنا هنستهدفه في الاعلان. احنا دلوقتي شغالين على اعلان كورس. لو احنا شغالين على مثلا بنبيع منتج ولو يكن بنطلون، هنبدا نستهدف استهدافات البنطلون. لو احنا شغالين على منتج معين هنبدا نستهدف له الاستهدافات معينه لكل منتج او لكل خدمه. طيب، انت كمبتدئ تجيب الاستهدافات دي منين؟ مجرد ما بتخلص شرح الفيديو ده بتبعت لي مسج، وانا ببعت لك ملف كامل PDF فيه 13 مجال بالاستهدافات بتاعتهم. ولو في مجال لقيته مش موجود في الملف ده، بتبعت لي المجال اللي انت عايز تشتغل عليه، وانا بقترح عليك استهدافات تقدر تشتغل عليها. تمام كده. اول حاجه هنا الاهتمامات كورس التسويق. يعني مثلا اول حاجه هنستهدف ايه؟ هنستهدف مسؤولو صفحات الفيسبوك، الناس اللي هي عندها صفحات للفيسبوك. هنكتب ظهر لك الاقتراحات اهوت. مسؤول صفحة فيسبوك. تمام. دي كل الناس اللي هم الادمن اللي عندهم صفحات على فيسبوك. تمام كده. اول حاجة هنكتب التسويق.
هنلاقي عندنا كذا اقتراح برضو. طبعا ما بتختارش كل حاجه، بتحاول بقدر الامكان تختار اقرب حاجه للمجال بتاعك او للمنتج بتاعك او للخدمه بتاعتك. هنختار استراتيجيه التسويق. هنا بدأ ان هو يكتب لك اقتراحات زي اللي انت اخترتها فوق، زي مثلا تسويق رقمي هنقدر نختارها، زي مثلا حملة اعلانية هنقدر نختارها، زي وكالة اعلانية هنقدر نختارها. عايز تكمل على كده تقدر انك تنفذ الاعلان على الاستهدافات اللي انت اخترتها دي. عايز تزود ممكن تزود ترويج او تسويق. اللي هو الترويج دي جاية من الاعلان، تمام، زي ما دخلنا كده على البوست وكتبنا كلمة ترويج المنشور بالظبط كده. عندنا التسويق على وسائل التواصل الاجتماعي، تمام، ممكن ننفذ على كده او ممكن ان احنا نختار معاهم مثلا ترويج المبيعات وبس. كده كفايه قوي انك تختار الاستهدافات دي. ما تحاولش بقدر الامكان انك تحط استهدافات كتيره علشان الميزانيه اللي انت بتدفعها تكون تلحق تجيب لك التارجت اللي انت عايزه في كل استهداف او كل اودينس انت بتختارها، تمام. هندخل على حفظ، هنلاقي ان الاستهدافات اتحفظت معانا في الخصائص اهيت، تمام كده. هنا في المرحله اللي بعدها بتختار العمر اللي هو السن، الفئه السنيه اللي انت عايزها. عايز اللي يشوف الاعلان ده في الاستهدافات دي سن من كام لكام. هنختار مثلا ولو يكن السن من 20 مناسبه لحد مثلا 37 38، ممكن لحد 36 مثلا. طالما انت مختار مصر كلها ظبط بقى براحتك، او حاول انك تضيق النطاق براحتك. انت كده مختار مصر كلها، يعني النطاق معانا واسع، فابدا انك تجيب استهداف تفصيلي للمنتج. طبعا الجنس بتقدر تختار رجال او نساء او الكل، هتسيبها الكل زي ما هي. وهنعمل حفظ الجمهور، تمام كده. الجمهور اتحفظ معانا، السن من 20 ل 36. هنقدر بقى ان احنا نختار الميزانيه اللي هنا خطوه الميزانيه. انت عايز تعمل اعلان بكام والمده قد ايه، يعني كام يوم وهتدفع كام في الاعلان. هنبدا ان احنا نحدد الميزانيه ولو يكن مثلا 140، تمام. وهنختار اليوم على 7 ايام. طبعا في رساله خطا علشان الميزانيه صغيره على عدد الايام، فهنبدا ان احنا نختار عدد الايام يكون يوم واحد بس، هيكون مناسب على ال 140، تمام كده ال 140 جنيه على يوم واحد. وقت البدء بيقول لك الان لو انت عايز تعمل جدوله للاعلان بتقدر انك تعمل له جدوله عادي. دي طبعا الفيزا اللي مربوطه بالحساب. انت عندك علشان ما فيش فيزا مربوطه بالحساب، هتبدا انك هيظهر لك هنا اضافه طريقه دفع، وتبدا انك تكتب بيانات الفيزا بتاعتك. هتعمل على ترويج المنشور الان. احنا كده خلصنا الاعلان، نتاكد الاستهدافات تمام، الدنيا معانا تمام. هنبدا ان احنا نروج للمنشور حاليا، نعمل ترويج المنشور الان، تمام كده. الاعلان كده دخل معانا في مرحله المراجعه، هيبدا ان هو يتراجع من فيسبوك، وبعد المراجعه هيبدا ان هو يشتغل لو الاعلان ما فيهوش اي مشاكل. مجرد ما هيشتغل هيبدا بقى ان يجي لك رسائل وتفاعلات على البوست، تبدا انك تتابعها. دي الحاله بتاعه الاعلان، بتقدر تتابعها من كذا مكان. ممكن تتابعها من مركز الاعلانات من فيسبوك، او ممكن تحمل الابلكيشن بتاع الادز مانجر ده من على بلاي ستور برضو. هندخل هنا هنلاقي ان الحمله بتاعتنا قيد المراجعه. دي حملات قبل كده كانت شغاله معانا، 9 رسائل، 6 رسائل، 12 رساله، 204 رساله. اخر حمله معانا اهيت زي ما انت شايف كده. الحمله معانا في المراجعه، اول ما هتشتغل هيبدا ان هو يجيب لك تفاصيل الحمله انها نشطه بالفعل في المكان ده، وتقدر انك تتابعها وبالفعل تبدا تتابع الاعلان بتاعك. كده احنا خلصنا. لو في اي حد عنده استفسار تقدر تبعت لي الاستفسار او المشكله اللي بتواجهك في الاعلان، وانا معاك اهوت واحده واحده.